السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. مازلت مكمل معاكم شرحي لمنهج الكمبيوتر الخاص بيه ميدل 3، ومازلت برضو بشرح النهاردة إن شاء الله هواصل شرحي ل تشابتر 1 اللي هو بعنوان داتا، وكلامي تحديدا عن الكونستانتس والفاريبلز. الفيديو اللي فات شفنا مع بعض الفاريبلز واتكلمت عنه بالتفصيل وشفنا مع بعض عليه مثال مهم جدا. النهارده بقى هتكلم عن العنصر الثاني اللي هو الكونستانت. دلوقتي بقى بعد ما اتعرفنا على الفاريبلز وطبقنا اكسرسايز عليها، تعالوا بقى ننتقل للجزء الثاني او النوع الثاني من الستورج سبيسز اللي انا بحتاج ان انا اخزن فيها فاليوز، الكونستانتس. طبعا برضو احنا اخدنا فكره عن الكونستانتس قبل كده، بس محتاجين ناكد عليها تاني ونشوف الكلام اللي مكتوب في الكتاب. فبرضه بيقول لي الكونستانس هي عباره عن places reserved in RAM. برضه بحدد لها نيم وداتا تايب، لكن اهم حاجه بتميزها، ودي عشان كده انا ملون الكلمه عشان خاطر تعلم في الدماغ ودايما افتكر الحاجه بقى اللي بتميز الكونستانت عن الفاريبل، ان هي بيقول لي they take a fixed value. يعني ان انا بخزن فيها fixed value او قيمه ثابته don't change during the progress of the program. يعني البرنامج وهو شغال تفضل الفاليو دي فيكسد او ثابته زي ما هي. such as هنا بقى هيديني امثله، والامثله دي دايما برضو بيجيبها في الامتحان، بحيث ان انتوا برضو تبقوا عارفين اشهر الامثله اللي انا بحتاج ان انا استخدم فيها كونستانس. من اشهر الامثله على الكونستانس قال لي مثلا انت بتعمل كود ومحتاج تخزن ماثيماتيكال كونستانت لايك الباي. كلكم طبعا دارسين الماث وعارفين الباي بيبقى فاليو كده بتستخدم في الاوبريشنز او الايكويشنز اللي انتوا بتعملوها في الماث، فبيبقى ليها حتى فاليو ثابته معروفه اللي هي 22 over 7. فدي قيمه ثابته معروفه في اي وقت طالما جبت سيره الباي يبقى انا بتكلم على فاليو ثابته ومعروفه. قال لي كمان مثلا في الحاجات في الفيزيكس او الساينس زي مثلا الجرافيتي اكسلريشن، زي السبيد اوف لايت، زي السبيد اوف ساوند اكسترا وهكذا. فبالتالي دي الامثله اللي انا ملونها دي احفظوها كويس جدا، عشان دي دايما برضو من الحاجات المعروفه والاساسيه اللي بيجيبها كل سنه في الامتحان. declaring constant، ازاي بديكلير الكونستانت من خلال الكود؟ اتفقنا مع بعض ان انا ببدا بكلمه كونست، بعد كده اسم الكونست، اهم حاجه التزم بالرولز اللي اتفقنا عليها as data type. وهنا بقى ضروري جدا ان انا في نهايه الكود اكتب equal value. equal value اللي هي الفاليو اللي انا هخزنها في الكونستانت اوريدي وانا باساين الايه، او انا بديكلير الكونستانت من خلال الكود. يعني انا مثلا دلوقتي هعمل مثلا كونستانت للباي، يبقى انا هقول كونست باي as data type equal واكتب الفاليو بتاعت اللي هي مثلا 22 over 7. بيشرح لي بقى الكومبوننتس بتاعت الكود، بيديني مثلا امثله. انا عايز مثلا اخزن جمله زي جمهوريه مصر العربيه، خلاص يبقى انا هعمل كونستانت هسميه مثلا سي اندرسكور نيم، هديله داتا تايب سترينج وهقول ايكوال جمهوريه مصر العربيه. فبالتالي بحيث مثلا في اي وقت استدعي الكونستانت اللي اسمه سي اندرسكور نيم، هو اوريدي خلاص بقى عارف ان انا عايز استخدم الجمله بتاعت جمهوريه مصر العربيه. زي ما اتفقنا برضو المثال اهو اللي هو بتاع الباي، وامثله تانية مختلفه. تمام. هنا مثلا يعني في النهايه او في نهايه الكود بيقول لي كونست بيرث ديت as date equal، وهتلاحظوا ان هو حط الديت بتوين ايه، بتوين هاش ساين. فهتلاحظوا مثلا هنا تحت خالص بيقول لي the double quotes او double quotation marks are used لما بحب استور string value او characters. يعني اي character لازم احطه between double quotation marks، والديتس بحطها between هاش ساين، ديت وتايب. تمام. فدي برضو من الحاجات اللي تحفظوها عشان برضو احيانا بتيجي في الامتحان. تعالوا ناخد مثال سوا على ازاي اطبق constants. هنا بيقول لي dear student with the help of your teacher prepare program using VB.NET language that receives a numeric value for the radius of a circle. يعني انا هعمل برنامج، البرنامج من خلاله هأوبتين او هحصل على الفاليو بتاعت الراديوس اوف a circle. البرنامج وظيفته ان هو هياخد الفاليو بتاعت الراديوس وهيحسب حاجتين، هيحسب الاريا والسيركمفرنس الخاصه بالايه، الخاصه بالسيركل. تمام. من خلال تو كوماند باتونز تحت اهو في الصوره اللي قدامنا. فلو بصينا كده للصوره اللي قدامنا، المفروض ان ده تكست بوكس. تكست بوكس ده اليوزر اللي بيستخدم الابلكيشن هيدخل الفاليو بتاعت الراديوس، اي فاليو هو يحبها. انا لما هاخد الفاليو بتاعت الراديوس هعوض في تو كودز مكتوبين داخل تو باتونز او داخل تو كوماند باتونز. كوماند باتون من خلاله هحسب الاريا، وكوماند باتون هحسب من خلاله السيركمفرنس. طيب
هو برضو بيفكركم عشان لو انتوا نسيتوا الايكويشنز او المعادلات بتاعه الحساب الاريا والسيركمفرنس، هو بيفكركم بيقول لكم والله ما تنسوش ان المعادله بتاعه حساب الاريا هي الباي ار باور 2، والمعادله بتاعه حساب السيركمفرنس هي 2 باي ار. طيب دلوقتي خلاص موضوع الديزاين مفروغ منه، يعني مش محتاج ان انا اكد عليه تاني. فخلاص احنا اتفقنا مع بعض ان انا المراحل بتاعتي ان انا ببدا بالديزاين، فالديزاين خلاص هنفترض ان احنا ظبطناه. نفكر بقى ازاي نكتب الكود. اتفقنا مع بعض ان المفروض لما اجي اكتب الكود اول حاجه اسال نفسي هو البرنامج ده هيوبتين فاليو من اليوزر ولا لا. فهبص هلاقي ان الصوره اللي قدامي ان البرنامج هيوبتين او هيحصل على فاليو واحده بس من اليوزر، اللي هي الفاليو الخاصه بمين؟ الخاصه بالراديوس. تمام، يبقى اتفقنا مع بعض طالما هاوبتين فاليو من اليوزر يبقى الفاليو دي اروح اخزنها فين؟ اروح اخزنها في الميموري في حاجه ايه؟ يا حاجه اسمها variable يا حاجه اسمها constant. طيب هسال نفسي سؤال، الفاليو بتاعت الراديوس الانسب ان انا اخزنها في variable ولا اخزنها في constant؟ ها فكروا. طبعا الانسب ان انا اخزنها في variable. ليه؟ هل في كل مره وانا بشغل البرنامج اليوزر هيدخل نفس الفاليو بتاعت الراديوس؟ اكيد لا. ممكن مثلا مره يقول لي احسب لي الاريا لو انا قلت لك الراديوس كذا، احسب لي السيركمفرنس لو انا قلت لك الراديوس كذا. فوارد في كل مره اليوزر بيران فيه الاب يدخل فاليو مختلفه عن الفاليو اللي قبلها. فطالما كده يبقى الافضل ان الفاليو بتاعت الراديوس اعمل لها ايه؟ اعمل لها فاريبل. طيب المفروض دلوقتي ان انا هستلم الفاليو بتاعت الراديوس وهخزنها في فاريبل داخل الميموري. وبعد كده مثلا تعالوا نبدا بالكود بتاع الاريا. تعالوا نبدا بالكود بتاع الاريا. في الكود بتاع الاريا المفروض دلوقتي ان انا عشان احسب الاريا، الاريا هي عباره عن ايه؟ عباره عن الفاليو بتاعت الباي مضروبه في الفاليو بتاعت الار هي الراديوس باور 2. طيب الفاليو بتاعت الراديوس معروف انا هجيبها منين؟ هجيبها من الفاليو اللي اليوزر هيكتبها لي في التكست بوكس ده اللي انا هخزنه اوريدي في فاريبل. طيب الفاليو بتاعت الباي، هنا الفاليو بتاعت الباي هل انا محتاج اعرفها من اليوزر؟ لا مش محتاج اعرفها. ليه؟ لان هي اوريدي معروفه. فبالتالي طالما هي اوريدي معروفه وطالما هي اوريدي ثابته طول الوقت، يبقى انا هنا بالاضافه للفاريبل اللي انا هكريته في الكود عشان استور جوه الفاليو بتاعت الراديوس هعمل كونستانت هسميه باي، وهستور جواه الفاليو بتاعت الباي اللي انا اوريدي عارفها ومش محتاج ان انا اعرفها من اليوزر ولا اسال عليها، اللي هي الفاليو اللي هي 22/7 اللي هو برضو ايه مفكرني بيها هنا. تمام. يبقى انا دلوقتي انا كل ده بشرح مين؟ بشرح الكود بتاع الاريا. ليه؟ لان انا وانس ان انا فهمت الكود بتاع الاريا هعرف اعمل الكود بتاع السيركمفرنس، اختلاف مجرد بس في الايكويشن او المعادله بس. يبقى انا دلوقتي في الكود بتاع الاريا ان انا دلوقتي هكريت او هديكلير فاريبل عشان استور جواه الراديوس، وهديكلير كونستانت عشان استور جواه الفاليو بتاعت الباي اللي هي 22/7. تمام. وبعد كده هحسب المعادله بتاعه حساب الاريا وهظهرها في ليبل 2 اللي تحت ده. تعالوا نشوف سوا هنعمل الكلام ده ازاي. زي ما شايفين ادي الديزاين اهو، انا اوريدي خلاص ظبطته اختصارا للوقت. فده تكست بوكس، طبعا ما عنديش غير تكست بوكس واحد، وعندي الليبل اللي انا هظهر فيه الاوتبوت سواء الاريا او سيركمفرنس هو ليبل واحد اسمه ليبل 2. طيب هنبدا بالكوماند باتون بتاع حساب الاريا، فهعمل عليه دبل كليك وهظبط الزوم. يبقى هنبدا مع بعض بان انا هديكلير فاريبل لتخزين الفاليو بتاعت الراديوس، فهقول له ديم مثلا ار از ايه بقى؟ المفروض دلوقتي الفاليو بتاعت الراديوس دي هي كاركتر ولا نمبر ولا ديت ولا ايه؟ نمبر. طيب النمبر ده هل انت ضامن ان هو طول الوقت هيبقى اكزاكت نمبر او هو النمبر؟ الاجابه لا، ممكن يدخل لي رقم ايه؟ يبقى في ديسيمال او في فراكشن. فبالتالي الافضل ان انا اختار داتا تايب تقبل الايه؟ تقبل الديسيمال اللي هي على سبيل المثال سنجل. فهقول له ديم ار از سنجل. جميل. طيب وهضغط انتر. محتاج بقى دلوقتي ان انا ايه؟ خدوا بالكم ده المين اوبجيكتيف من الاكسرسايز ده هو ان انا ازاي اعرف ديكلير الكونستانت. فاحنا دلوقتي عايزين نديكلير كونستانت عشان استور جواه الفاليو بتاعت الباي. فهكتب ايه؟ كونست. برافو. كونست ايه؟ اي حاجه، وليكن مثلا هكتب باي از ايه؟ سنجل. ليه سنجل؟ لان المفروض ان الفاليو بتاعت الباي هي عباره عن 22/7 اللي هي اكيد طبعا هتطلع ديسيمال او هيبقى فيها ديسيمال. تمام. فهقول له سنجل. دلوقتي بقى نفتكر مع بعض السينتاكس بتاع كتابه الكود الخاص بيه الكونستانت، ان انا مش زي الفاريبل اقول خلاص از داتا تايب واسكت، لا لازم في نهايه اللاين اروح قايل ايكوال واحدد الفاليو. لو الفاليو نمبر بكتب النمبر زي ما هو،
لو الفاليو تكست او كاركترز بحطها ما بين دبل كوتيشن ماركس. لو الفاليو ديت او تايم بحطه بتوين ايه، بتوين هاش ساين. طيب هنا بما ان الفاليو عباره عن نمبر، بكتب النمبر زي ما هو اللي هو 22 اوفر 7. ماشي. يبقى انا دلوقتي ايه، دلوقتي عرفت variable لتخزين الفاليو بتاعت الار، وفاريبل لتخزين الفاليو بتاعت الباي. خلاص احنا المفروض بعد الكود اللي فات احنا خلاص بقينا يعني ناس بروفيشنالز في التعامل مع الاكواد، فخلاص احنا بقينا حافظين دلوقتي ان انا الكود بتاعي بيبقى فيزز او مراحل. المرحله الاولى ان احنا خلاص عملنا ديكلاريشن للفاريبلز والكونستانتس. المرحله الثانيه الاساينمنت. فكل فاريبل طبعا الاساينمنت بالنسبه لي هيبقى الخاص بالفاريبلز. ليه؟ لان الكونستانت اوريدي انا عملت الاساين للفاليو بتاعته وانا بكتب الكود بتاعه. يعني في نفس اللاين بتاع الكونست انا ايه، خلاص حددت ان الكونستانت الفاليو بتاعته، يعني هتلاحظوا بعد ما حددت الداتا تايب قلت ايكوال خلاص، يبقى انا كده عملت الاساينمنت في نفس الايه، في نفس اللاين. لكن الفاريبل بعد كده بقى ايه، باساين الفاليو بتاعته لوحدها. طيب فهقول والله بالنسبه لي الار اللي هو الفاريبل بتاعي، الفاليو بتاعته مصدرها هيجي منين؟ هعرفها منين؟ هعرفها لما اليوزر يكتبها لي في التكست بوكس ده. يبقى انا هقول له ايه؟ هقول له والله بالنسبه للار ايكوال مي. فاكرين مي؟ انا يعني متعمد اكتبها عشان تثبت في دماغنا خلاص ان مي ديت من الحاجات اللي انا مش هنساها، لان انا هكررها كتير في الاكواد بتاعتي. فاتفقنا مع بعض ان مي يبقى انا اقصد الكنترول او اسم الكنترول اللي انا هكتبه دلوقتي هو في الفورم ده، مش في اي فورم تاني. طيب مي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست. تمام. طيب خلاص يبقى انا كده ايه، خلصت مرحله الايه، مرحله الاساينمنت. اروح لمرحله الايه، مرحله الاوتبوت. طيب مرحله الاوتبوت يبقى انا هشاور على الليبل اللي انا هظهر فيه الاوتبوت اللي هو بالنسبه لي ليبل 2 دوت تكست ايكوال، واكتب له بقى المعادله بتاعت الايه، المعادله بتاعت حساب الاريا. مش انا الباتون ده اللي انا ضغطت عليه دبل كليك ده الباتون الخاص بحساب الاريا، يبقى انا هنا هكتب المعادله بتاعت حساب الاريا. طيب المعادله بتاعت حساب الاريا عباره عن ايه؟ عباره عن باي تايمز ار باور 2، صح كده؟ يبقى انا هشاور له على الفاريبل بتاع الباي تايمز الار باور. لو في حد بيطبق عملي، لو عايزين علامة الباور من شيفت 6 الموجودة في الكيبورد اللي هي الجزء اللي فوق مش الجزء اللي على اليمين، شيفت 6 هيعمل لي العلامة دي العلامة الخاصة بالباور في الكمبيوتر يعني. باور 2. تمام. يبقى باي تايمز ار باور 2. فدي كده المعادلة بتاعت الايه، دي كده المعادلة بتاعت حساب الاريا. جميل. طيب عايزين نجرب الكلام ده، تعالوا كده ايه، نروح كده على الديزاين ونعمل رن للاب بتاعنا. دلوقتي هدخل اي فاليو وليكن مثلا 2.5 واقول له احسب لي الاريا. قال لي الاريا كذا. تمام. لو انتوا برضو ايه شاكين ولا حاجه، طلعوا الكالكوليتور واحسبوا الاريا كده وشوفوا الفاليو هتبقى ذا سيم ولا لا. طيب انا كده حسبت الايه، انا كده حسبت الاريا. عايزين بقى نحسب الايه، عايزين نحسب السيركمفرنس. لو حد فيكم بيطبق عملي دلوقتي، او حتى لو انتم مش بتطبقوا عملي، وقفوا الفيديو دلوقتي لو انتم فاهمين الكود، واتمنى ان انتم ان شاء الله تكونوا فهمتوه، وحاولوا تكتبوا الكود من دماغكم، الكود بتاع السيركمفرنس. ماشي. وبعد كده كملوا الفيديو وشوفوا الكود اللي انتم كتبتوه صح ولا لا. طيب خلاص دلوقتي المفروض ان انا هكتب الكود بتاع الايه، هكتب الكود بتاع السيركمفرنس. المفروض دلوقتي ان الكود بتاع السيركمفرنس هو نفس الكود بتاع حساب الاريا، يعني الفرق بس في الايه، في الكالكوليشن او في الايكويشن. ليه؟ لان هو السيركمفرنس برضو محتاج يعرف الفاليو بتاعه الراديوس، ومحتاج يعرف الفاليو بتاعه الباي. اللي هيفرق بس ان هو بدل ما هيضرب الراديوس او هيضرب الباي في الراديوس، هيضرب 2 باي ار. تمام. طيب فبالتالي ايه، انا خلاص يعني اوريدي انا عرفت فوق الار كفاريبل، عرفت الباي ككونستانت، وشاورت كمان ان الار عملت اساينمنت الفاليو بتاعته، شاورت على التكست بوكس. اللي هيختلف المعادله، فبالتالي انا كل اللي انا محتاجه بس ان انا هعمل ايه، هكتب او هشاور على اسم الليبل label 2.text وهقول له equal 2 times pi times r. صح كده؟ هنا بقى ايه، فاكرين المره اللي فاتت لما جيت كتبت حاجه فوق كده وراح مطلع لي الخطوط الزرقاء والحمراء دي، قلت لكم ايه، قلت لكم ده نوع من انواع الايه، نوع من انواع حاجه اسمها الايرورز، احنا هنتعرف عليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، اللي هي نوع اسمه syntax error.
فده سينتاكس ايرور. يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله يعني انا مثلا لو رحت وقفت كده عند الكلمه دي، يعني ايه هيطلع لي ايرور كده، هيقول لي مثلا باي از نوت ديكليرد. باي از نوت ديكليرد يعني ايه؟ يعني هو بيقول لي انا مش متعرف على الباي، انت ما عملتلهاش ديكليريشن. ازاي؟ والله ده انا عامل له ديكليريشن فوق اهو، قايل الكونستانت باي. ف والار برضو ايه؟ مش عايز يتعرف عليها. طيب ليه الايرور ده ظهر؟ ظهر لان انا كنت متخيل ان انا وانس ان انا عرفت او عملت ديكليريشن للفاريبل فوق والكونستانت الاثنين هنا، فبالتالي خلاص انا مش محتاج اشاور عليهم تاني لان انا عرفتهم مره فوق خلاص. الاجابه لا. الفكره بقى يا جماعه ان احنا عندنا في كونسبت كده في البروجرامنج اسمه النيم سبيسز. يعني ايه النيم سبيسز؟ نيم سبيس ده يعني بيبقى زي ايه؟ زي كونتينر كده بحط جواه كود. الكونتينر ده بيبقى مقفول على نفسه شويه. يعني ايه؟ يعني هتلاحظوا هنا مثلا انا عامل نيم سبيس كده اسمه برايفت سب باتون 1 اندرسكور كليك. هتلاحظوا ان برايفت سب انتهى بايه؟ باند سب. تمام؟ فده كده يعتبر نيم سبيس خاص بباتون 1. فاللي جوه النيم سبيس ده هو يعني خاص بالنيم سبيس ده، او يعني يخص النيم سبيس ده. وانس ان انا طلعت بره النيم سبيس وعملت النيم سبيس تاني اللي هو برايفت سب خاص بباتون 2، فخلاص انا كده دخلت في نيم سبيس جديد، فبالتالي هو ملوش دعوه باللي فات. تمام؟ فبالتالي احل المشكله دي ازاي؟ عشان احل المشكله دي انا عندي طريقتين. الطريقه الاولى ان انا ارجع تاني اديكلير الفاريبلز والكونستانتس. يعني ايه؟ يعني ان انا هرجع تاني هاخد السطور اللي انا عملتها دي كوبي، وهرجع تاني اعمل لها هنا بيست. رجعت ايه؟ رجعت عرفت الفاريبل والكونستانتس مره تانية. جميل. كل اللي انا هعمله ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هقول له label 2 dot text equal to times pi times r. هتبص هتلاقوا ان هنا ما طلعليش ايه؟ ما طلعليش ايرور. ليه؟ لان انا ايه؟ لان انا عرفته. جميل. ده الحل الاولاني. بس الحل ده يعني ايه؟ خصوصا لو انا مثلا بكتب اكواد كتيره وعندي مثلا كوماند باتونز كتيره، فكره بقى ان انا في كل كوماند باتون اقعد اعرف او اديكلير فاريبلز ونفس الكونستانتس في كل مره، لا الموضوع ده يعني يعمل هيدك شويه. فالافضل بقى ان انا الطريقه الثانيه، ودي يعني الافضل والاسهل، هو طالما انا في عندي فاريبل او كونستانت ان انا هستخدمهم كذا مره داخل كذا نيم سبيس، لا انا عندي بقى في ابر نيم سبيس. يعني نيم سبيس بقى هو ده الكونتينر الكبير اللي جواه كل النيم سبيسز بتاعت الباتونز. اللي هو ايه بقى؟ هتلاحظوا ان برايفت سب باتون 1، برايفت سب باتون 2، لو في باتون 3 او 4 او 5 كلهم تحت حاجه كده كبيره كده اسمها بابليك كلاس فورم 2. تمام؟ ده بقى النيم سبيس الكبير اللي بيسمع في كل النيم سبيسز اللي جواه. خلاص؟ فلو انا عندي فاريبل اللي هو الفاريبل بتاع الار والكونستانت بتاع الباي، انا هستخدمهم كذا مره في اكتر من نيم سبيس، فانا هاخدهم كده. تمام؟ هسحبهم واحطهم فوق كده تحت البابليك كلاس، ومش محتاج ان انا اعرفهم سواء في النيم سبيس بتاع باتون 1 ولا في النيم سبيس بتاع باتون 2. يبقى انا استخدمتهم مره فوق كده. تمام؟ وكل اللي انا هعمله في باتون 1 ان انا لازم موضوع الاساينمنت لازم يحصل، فهعمل اساينمنت بس، وبعد كده هخرج الايه او هاساين الاوتبوت بتاع الداتا. طيب تعالوا نجرب كده الكلام اللي احنا عملناه. هدخل اي فاليو وليكن مثلا 3، واقول له احسب لي الاريا، هيقول لي كذا. احسب لي السيركمفرنس، هيقول لي كذا. فكده انا طبقت الاكسرسايز، اتعلمنا فيه حاجات جديده، شفنا مع بعض ازاي نتعامل مع موضوع الكونستانتس، وشفنا مع بعض موضوع النيم سبيسز والفرق ما بينهم.